قبل ما نبدأ الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة. بيبدأ فيلم واحنا بنشوف ممرضة بتمشي بالليل، وده بعد ما خلصت النايت شيفت بتاعها، وبتقف حبة عشان سمعت صوت حد بيمشي وراها، فبتدخل الحمام ويعني كانت عايزة تستحمى بعد يوم شغل طويل. بس فجأة بيظهر حد وبيطعنها في رقبتها، وبنشوف بعدها جثة بتدفن وما بنعرفش دي جثة مين. وبعدها بيسوق عربيته وبيخلع من المكان كله، وبنشوف راجل بيقرب لواحدة نايمة ويعني كان بيمشي بالراحة عشان ما تحسش بيه، وبتصحى وبتلف، وده بسبب انها سمعت صوت طفل صغير وبيقول لها نامي انت يا حبيبتي وانا هتعامل. وبيروح عشان يطمن على الطفل وبيحضنه اللي هو انت كل حاجه في حياتي. وبنرجع في فلاش باك 3 شهور ورا، وبنعرف ان هو اخصائي اجتماعي، يعني باختصار بيسمع للاطفال وبيحاول يدعمهم نفسيا وهكذا. وطبعا بكده نقدر نقول انه راجل كويس. وبعد ما بيخلص الشغل بيروح على البيت وبيقابل مراته اللي كانت لسه حامل وقتها، وهنا بيأكد لنا انه راجل كويس. المهم بيجروا لورين وايفن على المستشفى، يعني كان يوم الولاده وكده، والمولود بيكون اسمه اندرو. بس الغريب ان المنظر بيرجع له ذكريات مرعبه، يعني اليوم اللي اتقتل فيه باباه. فكده بنفهم ان طفولته ما كانتش الاحسن، يعني ما كانش قادر ينسى اليوم ده. وبنرجع للورين اللي كانت بتعاني وما فيش حبه، وبتزورهم والده ايفن عشان تطمن على ابنها وتشوف حفيدها. وطبعا زي اي طفل هيبدا يعيط، وكاي ام هتحاول ترضعه، بس المشكله ان هي ما كانش عندها خبره. فبتدخل الممرضه اللي شفناها بتتقتل في البدايه خالص، وكانت بتساعدها بس اسلوبها يعني ما كانش الاحسن، وبيبان على ايفن انه كان متضايق من اسلوبها وتعاملها، وبتمشي بسرعه قبل ما يسمعها الكلمتين. وبالليل اول ما لورين بتنام بيحضن ايفن ابنه وبيقول له انا عمري ما هاذيك. بس طبيعي بعد ما يرجعوا يعانوا مع اندرو حبه، اول طفل ولسه ما عندهمش خبره والبامبرز غالي وهكذا. وده ساب لورين مش عارفه تتصرف لان ابنها ما كانش بياكل زي باقي الاطفال، ده غير العياط بتاع بالليل. وما نقدرش نقول ان هم كانوا عارفين يناموا. وفي يوم ايفن بيمسك سكينه وبيفتكر لمحه من طفولته، يعني اب بيضرب ابنه وام بتحاول تحمي ابنها. ولما بيصحى من النوم تاني يوم بيلاقي والدته قدامه وهي حاضنه الطفل، فبياخدها على الاوضه بتاعه الضيوف وبيقعدوا هما الاتنين، ويعني بتقول له معلش هو اول طفل كده وما تلومش مراتك ولا تضغط عليها بسبب اندرو. وما نقدرش نقول انه ما كانش بيفكر كتير في حياته مؤخرا بسبب اندرو. المهم بيقعد وبيسمع تسجيل لواحد، وكان واضح ان الراجل ما كانش سوي او طبيعي، وكان بيتكلم على انه بيضرب ابنه دايما، والمبرر طبعا انه كان مضغوط في حياته فبيطلع ده على ابنه. وبيقطع واحد اسمه ري واللي كان حالة عنده، وبيكون فيه اثار ضرب على وشه، وبيحكي له عن ان باباه لسه ضربه هو واخوه وما كانش احسن حاجه ايفن محتاج يسمعها. فبيقول له هتبقى كويس وهبلغ الشرطه وهم هيتصرفوا. وبعد ما ري بيمشي بيبص على ملف والد ري، ويعني كان له تاريخ اجرامي وعليه قواضي وهكذا، واكيد ما كانش احسن قصه محتاج يسمعها، يعني بترجع له ذكرياته مع والده واليوم اللي اتقتل فيه. فبيلم شنطته وبيخرج عشان يدور على والد ري، وبيلاقي المجرم وهو سكران، فطبعا هيتعامل باسلوب كويس وهيولع له كمان سيجاره وهياخده يوصله للبيت. ومش كفايه انه كان خمرجي، ده كمان عنصري. فبياخدوا ايفن لبيته ده قبل ما يعرض عليه ويسكي، والبيت بيكون فاضي تماما وما فيهوش اي حد غيرهم. وبدا يتكلم معاه بس بطريقته، واول ما بيفوق بيكون مجهز تسجيل وبيرجع يوري له صوره ابنه عشان يعرفوا ان ده بسبب ابنه اللي كان واضح انه ما بيحبوش اصلا. بيخرج السكينه وبيطعنه، وطبعا الراجل هنا حس ان الموضوع جد، فبدا يفتح شلال اعذار اللي هو انا ما كنتش اقصد اعمل له حاجه ولا هو ولا اخوه، وان يعني بتفلت مني حبه بسبب ضغط الحياه ما انت عارف. فايفن ما كانش عاجبه الكلام، فبيطعنه في رقبته وبيبص له اللي هو انت تستاهل، وبياخده قصه وبيروح عشان يدفنها. وبعدها بيرجع للبيت، والغريب انه كان كانه متعود على ده. ومفيش كام يوم وبنشوف ري وهو معاه، واسلوبه كان اسلوب حد فرحان، يعني من وقت ما باباه اختفى وكده، وان اسرته حياتهم بقت احسن بكتير. وطبعا ده ساب ايفن مبسوط. وبنشوف بعدها واحده تانية كيلي اللي كانت بتشتكي من عمها، وبيكون واضح ايه شكوتها لانها ما كانتش عايزه حتى تتكلم عن الموضوع. وطبعا ايفن كده استنتج نفس اللي احنا استنتجناه، وبيمشي ورا عمها في نفس اليوم، ومن غير ما يضيع وقت بيكون منور في نفس البيت على نفس الكرسي. فبيسأله في البداية انت بتغتصب بنت اختك؟ والراجل كان بيجح وقال له بغتصبها. فاتعصب وضربه في بطنه. بس المرعب ان الراجل كان بيقول له ما البت حلوه دي عندها 15 سنه وانا مش قادر اسيطر على نفسي. فبيضربه في بطنه اللي هو انت مستفز. وبيقطع مكالمة تليفون من مراته اللي قالت له ارجع على البيت حالا، ابنك تعبان وسخن جدا. فبيقفل المكالمة وبعدها بيطعن الراجل اللي عنده، وطبعا ده سابه ميت، وده قبل ما يروح المستشفى. بس المشكله انه نسي يقفل الشنطه كويس، وبيدخلوا المستشفى والدكتور قال لهم الواد زي الفل. وهنا بنشوف الممرضه اللي قالت لهم ان ده طبيعي مع كل الاطفال وبلاش وجع دماغ كل ما الواد يعيط. والمصيبه ان ايفن اخد باله من الجثه اللي كانت في الشنطه، والمرعب ان والدته بتاخد مراته بعيد عن المنظر. وبالليل بعد ما روحوا بياخد عربيته، وده طبعا
عشان يدفن الجثة. وبعدها بكام يوم وهو بينيم ابنه بتجيله مكالمة من كريس، وكان برضه حد من الأطفال اللي عنده، فبيروح له عشان يقابله. وقعدوا في الشارع وبيبان إنه كان مضروب، وبدأ يحكي له إن باباه المدمن ضربه جامد. وتاني يوم لورين بدأت تسأل إيفن اللي هو أنت بتروح فين الأيام اللي فاتت؟ فإيفن قال لها شغل يا روحي وساعات بتمشى بالعربية. فبتقول له بتشتغل ليه بعد ما بتخلص شغلك؟ فبيقوم إيفن من على الفطار وبيروح على شغله، وبتجيله مكالمة من كريس قال له ده بابا اتأسف لي وقال لي إنه هيبطل مخدرات، وكمان عايزنا نخرج نقضي وقت سوا النهارده. وده ساب إيفن مستغرب، وما بنفهمش ليه هو برضه كان عايز يطرده. وبنعرف ان باباه موجود في المستشفى، ويعني كان عايز يشوف الدكتور وعايز مسكنات، بس الممرضه بتاعت اول الفيلم قالت له بره يا مدمن. وبتخلص شفتها اخيرا وبتمشي طبعا. وبكده بنرجع لاول الفيديو، وايفن كان ماشي في المستشفى في الوقت اللي بتقلع هدومها فيه وداخله تستحمى. وفي نفس اللحظه والد الطفل بيدخل الصيدليه بتاعت المستشفى يعني عشان ياخد مسكنات من جوه. والتويست هنا ان والدته هي اللي راحت وقتلتها. وبنرجع لايفن اللي ضرب والد كريس واخده على نفس البيت. وبيبدا ايفن يقول له انت اب مهمل وما تستاهلش حتى كلمة أب، وما ينفعش تبقى بتحب ابنك وفي نفس الوقت بتضربه. فوالد كريس قال له ده غصب عني، أنا مدمن مخدرات، والمشكلة إن كريس كان بيتدخل وأنا بتخانق مع أمه، وأنت عارف المخدرات بتخليني مش واعي أو داري بحاجة، ونفسي أبطل القرف ده وحاولت كذا مرة بس برضه برجع تاني. وبدأ يحكي له على إن كريس ورث فلوس وإن الفلوس دي مش هدفه، وطبعا حلف له بده. ورجع قال له بس ده ما يمنعش إن أنت برضه ما بتحبش ولادك، يعني ما ينفعش تبقى عنيف كده وترجع تقول أنا بحب عيالي اللي هو إزاي؟ فطبعا إيفن اتضايق هنا، وما نقدرش نقول انه فكر كتير قبل ما يطعن الراجل ويموته. وطبعا بعد ما خلص من جثته بنعرف انه كان مع كل جريمه بيفتكر والده، وبنعرف ان والدته قاتله متسلسله برضه. وغير اننا بنعرف ان ايفن هو اللي قتل والده اصلا يومها، وده بسبب انه كان بيعامل والدته وحش. بس ده ما منعش ان الام والابن كانوا بيحبوا بعض، بس من ساعه اليوم دوت وهم بيقتلوا عشان يدافعوا عن نفسهم ويعني عن باقي الناس اللي في نفس حالته. بس المرعب انه اول ما بيرجع للبيت بعد كل ده مامته بتمسح اثار الجريمه اللي كانت على رقبته، وبنفهم كده ان هي كانت عارفه هو كان فين. وتاني يوم بيشوف ايفن مامته وهي بتتفرج على التلفزيون، وبياخد باله من ان في اخبار على ان هم اكتشفوا الجثث في المكان اللي كانوا مدفونين فيه، وبنفهم ان ده المكان اللي ايفن بيدفن فيه الجثث. وبيروح بعدها الشغل وبيجيله ري اللي كان بيعيط وبيقول له بابا اتقتل ولقوا جثته النهارده وشفتها على الاخبار، ويعني كان زعلان على عكس كيلي اللي كانت فرحانه ان اللي كان بيعتدي عليها مات. وكريس كان زعلان لان باباه كان بيحاول يتغير ويعني يبقى بني ادم احسن، وان هو برضه كان بيستفزه رغم كل ده. وقال له بص الناس اللي زيه مستحيل يتغيروا او يبقوا بني ادمين، ويعني الراجل كان عايز ياخد فلوس ميراثك. فكريس وهو مستغرب قال له انت عرفت موضوع الميراث منين؟ فايفن وهو متوتر قال له انت قلت لي بس اكيد مع كل ده نسيت. وفي نفس اليوم بعدها بحبه حلوين بيظهر محقق في البيت بتاع ايفن، ويعني كل الضحايا اللي لقيناهم كانوا قرايب الناس اللي بتجيلك في العياده عندك. فهحسبها انت، وما قالش حاجه بخصوص الموضوع، بس يعني انت مشتبه فيك في الحوار بتاع الضحايا ده. وبيقابل بعدها مرات ايفن اللي كانت متوتره وقال لها هو جوزك كان بيتاخر بره. فوالده ايفن طبعا هتقول له لا ما حصلش. وطبعا لورين كانت متوتره بسبب انها مش فاهمه حاجه، بس قالت له لا ما حصلش برضه. وبعدها برضه في نفس اليوم لورين ما كانتش عايزه ايفن يقرب لها، ويعني بدات تربط خيوط في بعضيها وان اكيد ليها علاقه بالموضوع هو ومامته. بس المحقق بيزورهم تاني، والمره دي كان عايز يكلمها في الموضوع لوحديهم، وبيكون واضح ان ما كانش في حد في البيت غيرها. فيعني بيحاول المحقق يسالها لو كان ايفن قابل كريس قبل كده بره ساعات الشغل، بس لورين قالت له ما حصلش وهي خايفه. فبيرجع يسالها طب جوزك يا مدام يوم 26 مارس كان فين؟ فقالت له كان معاه في المستشفى، وكان قصدها على اليوم اللي ابنها كان تعبان فيه. وطبعا قال ان هي بتكذب هنا، وبيوريها صوره جابها من كاميرا مراقبه العربيه بتاعت ايفن واللي كانت في مكان تاني، اللي هو انت بتحوري عليا كده. فبتتعصب وبتبدا تقول له احنا حالتنا صعبه ومضغوطين من يوم ولاده الطفل، وطبيعي الراجل يخرج بالعربيه بالليل ويتمشى عشان يفصل، بس ما بيكملش وبيرجع تاني. وانا عارفه جوزي كويس وعارفه انه مستحيل يعمل كده. وطبعا المحقق ما يقدرش يقول حاجه من غير دليل، فبيسيب لها الكارت بتاعه اللي هو لو عرفتي حاجه او غيرتي رايك كلميني. وبعدها بحبه كمان بس في نفس اليوم لورين بتقول لي ايفن ان المحقق جه النهارده وقعد يسالني انت كنت فين يوم 26 مارس، وايفن ما اداش اي رد فعل خالص، وقال لها هما يومين وجع دماغ ومش هيجي تاني. وفي نفس اليوم بيصحى ايفن من النوم على صوت كريس وهو متعكنن، وبيفتح له الباب واللي هو ازيك، بس بيطلع مسدس وبيقول له انت اللي قتلت ابويا، انت عرفت منين موضوع الورث وانا متاكد اني ما جبتش سيرته. في الوقت اللي لورين كان بيبص اللي هو في ايه، فايفن بيقول لها ادخلي انت دلوقتي. ومن غير ما يضيع وقت بيقدر يسيطر على كريس وقال له الموضوع صعب عليك انا فاهم، وبياخد المسدس وبيحطه على دماغه يعني كان هيحصل ابوه، بس في حاجه خلته ما يقتلوش ويعني خلاه يمشي من البيت. وطبعا ده بعد ما اخد المسدس بتاعه منه، وممكن نقول صعب عليه. وبعد ما بينام بتروح لورين على المكتب بتاعه في البيت وبتشغل التسجيل اللي كان بيستعمله في شغله وكمان مع الضحايا بتوعه. وطبعا ما نقدرش نقول ان هي ما كانتش مصدومه من اللي سمعته، واللي خلاها تقول
بتقول انا هطلع على التلفزيون وهقول كل دوت وعشان اتاكد ان جوزي هو المجرم ولا لا. ويعني صدمه محدش يقدر يلومها عليها. وبنشوف والدة ايفن واللي كانت فاهمه ان لورين عرفت بكل ده وقالت لها وهي قلبها واجعها ان ايفن راجل كويس وبيحبك وبيحب ابنك، ويعني حياته قبل كده علمته ان الاطفال محتاجين دايما تكوني جنبهم ولازم تكوني جيشهم اللي بيرجعوا له دايما لما بيواجهوا اي حاجه ايا كانت. وفي نفس اليوم بحبه حلوين بتتصل لورين بايفن عشان تقول له انا عايزه افصل شويه ويعني هخرج. وايفن ما فكرش كتير قبل ما يوافق وبتكلم حد تاني ومش محتاجه تفكير يعني عشان نفهم انه محقق، وبتقول له انا عايزه اقابلك دلوقتي وحالا. في الوقت اللي ايفن بيقابل مامته واللي بيكون في نفس اليوم، فمامته بتقول له خلي بالك من مراتك وما تثقش فيها مهما حصل وما تسيبش كريس عشان ممكن يودينا في داهيه. فبيروح ايفن بعدها عشان يصطاد كريس وهو خارج بره، وبتوصل لورين للمكان اللي هتقابل فيه الشخص ده. بس بنتفاجئ هنا لما بنعرف ان هي هتقابل كريس وايفن كان بيبص وبيشوفها هتعمل ايه. فلورين بتقول له انا عارفه ان ايفن هو اللي قتل والدك وحرمك منه، وبتطلع مسدس وبتضربه هو كمان بالنار وبتحط المسدس في ايده اللي هو فيه ايه، وبتاخد موبايله واكيد كانت بتحاول تلزق الجريمه في حد تاني. فايفن شاف كل ده وما نقدرش نقول انه ما كانش فرحان، اللي هو لورين زي والدتي هتعمل اي حاجه عشاني وعشان ابننا. وبعدها بنشوف ايفن وهو بيتفرج على الاخبار اللي كانت بتقول ان كريس انتحر في نفس المكان اللي اتدفن فيه والده، وانه كتب رساله انتحار على النت ده غير اعترافه بان هو المسؤول عن قتل الثلاث ضحايا بتوع ايفن. وبيجي محقق بعدها اللي كان جاي يعتذر على انه اتهم ايفن. فايفن بيقول له انا كنت بسيب كريس دايما في مكتبي، ويعني اكيد شاف ملفات باقي الاطفال وما حبش حد يعاني زي ما هو كان بيعاني فارتكب كل الجرائم دي. وطبعا كده محقق فهم ان القضيه اتقفلت خلاص، والزوجين بعدها بيبصوا لابنهم بحب وهم بيفكروا ازاي هيحموه بعد كده بس. وبيخلص الفيلم على كده. ولو الفيديو عجبك اعمل اشتراك في القناه.